كان آخر أتوبيس بيطلع من الموقف الساعة 12 بعد نص الليل. أحمد ركب الأتوبيس الليلة دي زي العادة، لكنه استغرب إن الأتوبيس كان فاضي تماما، مفيش ولا راكب واحد كان فيه. اختار كرسي جنب الشباك وقعد عليه. الأتوبيس اتحرك بهدوء، لكنه لاحظ إن الشارع كان شبه مهجور، مفيش عربيات، مفيش ناس. دوشة المدينة المعتادة ما كانتش موجودة. وبعد أول إشارة حس فجأة إن في حد قاعد وراه. بص في المراية الصغيرة المتعلقة قدام وشاف انعكاس باهت لوش راجل. عيونه كانت مفتوحة على وسعها وابتسامته كانت جامدة ومخيفة. لف بسرعة وراه، لقى الكرسي اللي وراه فاضي، ولما رجع يبص في المراية لقى الوش كان أقرب بكتير. أحمد قلبه دق بعنف ونادى على السواق وهو بيحاول يسيطر على صوته: لو سمحت، في حد ورايا؟ لكن ما كانش فيه رد. قرب من كابينة السواق وهو بيترعش، والصدمة إن كرسي السواق كان فاضي، مفيش سواق، بس الأتوبيس كان ماشي. وفجأة سمع همس بارد ورا ودنه بيقول: انت قعدت مكاني. لف ببطء، والمرة دي شافه فعلا، كان قاعد على الكرسي اللي وراه. جسمه كان شبه الدخان وملامحه بتسيح كأنها شمع بيدوب. أحمد قال له وهو بيترعش: إيه انت مين؟ الظل ابتسم له وقال: أنا آخر واحد ركب هنا من 5 سنين. وفي اللحظة دي أحمد لمح من شباك الأتوبيس الحقيقة المرعبة. الموقف كان لسه قدامه والأتوبيس متحركش من مكانه أصلا، وجنب الباب كان في صورة الإعلان عن حادث قديم متعلقة. أتوبيس اتحرق بالكامل وكل الركاب اللي كانوا فيه ماتوا. وفي نص الصورة كان نفس الكرسي اللي قاعد عليه الظل موجود، لكنه كان فاضي.